السهرة أحلى مع عهد أفندي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين برنامج السهرة أحلى عبر إذاعة ألف ألف اف ام. رجعنا لكم ومستمرين معاكم إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وذكركم بوسائل التواصل، الاتصال على الرقم 92006601 وعبر الواتساب 0556689001. ولا تنسوا تذكروا الاسم الثلاثي ومن وين في المملكة. نرحب بضيفتنا المرأة اللي صنعت مجدها بالحبر والورقة، الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي. يا هلا ومرحبا فيكي شاعرتنا الأستاذة دلال راضي. يا هلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك عهد. شاكرة لكم هذا اليوم الجميل والاستضافة التي أعتز فيها. الله يسعدك يا رب، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. ما شاء الله، شاعرتنا والكاتبة الملهمة الأستاذة دلال راضي، يعني تحملي معاكي قصة ملهمة، والمستمعين في حالة شغف حابين يتعرفوا عليكي، فتسمحي لنا نبدأ بالحوار؟ أكيد طبعا، بعبق وعطر ورياحين رمضان الكريم نستهل هذا اللقاء بإذن الله بما يشرفني ويشرف الجميع إن شاء الله تعالى. الله يسعدك. سبحان الله، لما الشاعرة تتحدث تشعر بأناقة الكلمات. طيب نبدأ نسألك يا شاعرتنا وكاتبتنا الأستاذة دلال راضي، بحكم خبرتك في مجال التخاطب وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وشغلتي ما شاء الله عدة وظائف زي أخصائية تخاطب ومعلمة لأطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز مختلفة، كيف تقدري تصفي مسيرتك المهنية في هذا المجال؟ طبعا هذا الحديث له شجون عميقة طبعا ومؤثرة بنفسي. في الحقيقة منذ طفولتي كانت بأحلامي البريئة، كانت لدي أمنية بداخلي أن أكون طبيبة، ولذلك لسبب معين، وهي لشفاء أختي سبحان الله كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصابتها بعد الولادة ب9 أشهر. أثرت على نموها العقلي. كنت أظن أن الأطباء بيدهم عصا سحرية تشفي المرضى سبحان الله، ولكن حينما نضجت قليلا انقطع هذا الإحساس في فكرة أني أكمل تعليمي، لأنه كان طبعا الزواج مبكر، وانشغلت مع الأطفال وانشغلت مع أبنائي، ولكن الحلم لم ينقطع، واستمريت بعد عدة سنوات أكمل تعليمي، ووجدت أنه التعليم يعني شيء مرة شغف لدي، ولكن للأسف الشديد كان بالنسبة لي لم أستطع أن أدخل المجال الطب، ولذلك لأن مجال الطب ليس سهلا بالنسبة لي كأم وكزوجة، ففكرت طبعا أن أدخل مجال التربية الخاصة. والتربية الخاصة طبعا كان دخلت لتخصص تربية خاصة في مجال التخلف العقلي ما شاء الله. وبعد ذلك طبعا لما حين في العمل قدر الله وشاء أن أعمل كمعلمة للتخلف العقلي، وأخذت دورات في التخاطب وعملت في هذا الشيء، وكمان أيضا عملت في مركز التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة لقسم التوحد، وكانت طبعا هذه الفئة هم من أحباب الله وأحبابنا. فكنت أفكر أن أحقق ما لم أستطيع تحقيقه ومنحه لأختي من خلال هؤلاء الأطفال وتدريبهم وتعليمهم لتحقيق تواصل أكثر فعالية مع محيطهم. ومن خلال عملي اكتسبت خبرة واسعة في التعامل معهم، فكل مرحلة في مسيرتي المهنية أضافت لي خبرات جديدة، سواء من خلال العمل المباشر مع الأطفال أو من خلال التعاون مع الأسر والمعلمين لوضع خطط تعليمية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات كل طفل. كما حرصت على تطوير مهاراتي باستمرار، سواء من خلال الدورات التدريبية والقراءة أو متابعة أحدث الأبحاث في المجال. وبالتالي فهي لم تكن مسيرة مهنية فقط بقدر ما هي تجربة إنسانية
التحديات والإنجاز. ما شاء الله تبارك الله. طب أكيد مريتي بتحديات واجهتك خلال رحلتك التعليمية والتأهيلية، إيش هي أبرز هذه التحديات؟ طبعا بالنسبة لي التحديات اللي أنا عملت معانا الشاعرة والكاتبة الأستاذة ظل دلال. نعم. بس في شيء في الصوت، بس تخليكي على المخرج قاعد يسوي في شيء في الصوت. دحين تمام؟ أوكي دحين الآن تمام. تفضلي أكملي. بالنسبة للتحديات كانت من أبرز التحديات اللي واجهتها إني كنت يعني أتعامل مع فئات مختلفة. طبعا كان قدرات العقلية والداون، إعاقات الحركية والجسدية، ثم انتقلنا إلى التوحد شفاهم الله جميعا، بلغ أهلهم الأجر يا رب العالمين. الفروقات الفردية اللي بين هؤلاء الأطفال، فكل طفل يمثل بالنسبة لي حالة خاصة تتطلب منهجية متخصصة مختلفة في التعامل مع مشاعر الأهالي وتوجيههم لكيفية دعمهم ودعم أطفالهم. كان هذا جزء حساس من عملي. كل هذه التحديات عززت لدي الإيمان بأن العمل في المجال ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة تتطلب الصبر والإبداع والتفادي والإنسانية قبل كل ذلك. يا سلام، صحيح. سبحان الله، لما الإنسان يعمل لهدف تحسي أنت قاعدة تسعي للعمل بشعور داخلي جميل، إنك أنت تبغي تتركي أثر، تبغي تتركي بصمة. نعم إن شاء الله، ونتمنى أن هذه البصمة أن تكون يا رب في موازين حسناتنا. آمين. عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. آمين. هذا ما نطمح له إن شاء الله بإذن الله. طب ما شاء الله أنت كرستي وقتك لرعاية أبنائك لين كبروا، واتخذت قرار استكمال تعليمك وهم بيدرسوا بنفس الوقت، وهذا يعكس قوة إرادتك وشغفك بالعلم رغم مرور السنوات. كيف شعورك لما حصلتي على الشهادة الجامعية بعد هذا المشوار؟ وإيش هو ردك على من يعتقد إنه العمر ممكن يكون عائق أمام التعلم؟ يعني سبحان الله، حصولي على الشهادة كان هذه من أجمل اللحظات التي لا أنساها. سبحانا، مزيجا من الفخر والامتنان لله سبحانه وتعالى والأسرة اللي دعمتني ويعني جعلتني أكمل هذا المشوار الصعب. يعتبر كوني أم ويعني تربي أبناء وتعليم وتعليمهم، فهذه كلها الأشياء تكون لها جهد تبذليه بشكل يعني كبير، يعني بلا حدود. طبعا هذا كله يستحق العناء، لأني في النهاية أنا أمثل قدوة لأبنائي، فالقدوة التي يعني كنت أتمناها وأطمح لها أن يكون يعني أنا يعني مثال لهم يحتذوا فيه. الحمد لله. ما كان الأمر سهل بين توفيق بين المسؤوليات العائلية والدراسية، لكن الشغف بالعلم والإصرار حقق لي هذا الحلم، خلاني أتجاوز كل الصعوبات، وفرحتي مضاعفة لأنني عشت هذه التجربة جنبا إلى جنب معهم، وأعزز لدينا جميعا قيمة المثابرة وأهمية السعي وراء الأهداف مهما بدأت بعيدة. طب نصيحتك للناس اللي يقول خلاص فات الأوان إني أحقق أحلامي الأكاديمية، أنا كبرت؟ أي حلم الإنسان لديه لابد أن تتبع أحلامك، ولا تجعل من أي عقبة في طريقك يكون عائقا أمامك، وخاصة أمام التعليم، لأنه المعرفة لا تعرف عمر، وأن الشغف والإرادة قادران على كسر أي حاجز. فالعمر ليس مقياسا للقدرة على التعلم، بل هو دليل على الخبرة والنضج الذي يساعد في استيعاب الأمور بشكل أعمق. ونصيحتي لمن يشعر أن الوقت قد فاتهم لتحقيق أحلام بشكل عام، أكاديميا، ثقافيا، أدبيا، هو يعني هوايات حرفية، هي أن الزمن يمضي سواء استغليناه أم لا، فلماذا لا يستغل فيما يعود بالنفع والإنجاز؟ فلا يوجد وقت متأخر للبدء، والخطوة الأولى هي الأهم. ومن يؤمن بنفسه ويبدأ سيجد الطريق ينفتح أمامه مهما كانت الظروف، لكن بدون أن يؤثر ذلك على حياتهم الشخصية والأسرية، بمعنى التنظيم بالأولويات والحاجة، ونضع دائما نفسنا في حالة القدوة المشرفة لذاتنا أولا ولأسرتنا ولمجتمعنا، ونمثل وطننا بما يشار إليه بالفنان.
كلماتك تلامس القلب ويعني والواقع، ونصائحك ثمينة شاعرتنا الملهمة والكاتبة الأستاذة دلال راضي. إذا بس تسمحي لنا نطلع بفاصل وراجع لك بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار الممتع والشيق معاكي. فاصل وراجعين للشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي، وراجع لكم بعد الفاصل عبر إذاعة ألف ألف اف ام. وذكركم بوسائل التواصل، الرقم على 92066012 والواتساب على الرقم 0556689001. ولا تنسوا تذكروا الاسم الثلاثي ومن وين في المملكة. وراجعين بعد الفاصل مع الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي. فاصل وراجع لكم عبر إذاعة ألف ألف اف ام. السهرة أحلى مع عهد أفندي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين إذاعة ألف ألف اف ام في برنامجكم اليومي برنامج السهرة أحلى. مستمرين معاكم إلى الساعة 12 بإذن الله. ومعانا نستكمل الحوار مع الكاتبة والشاعرة المبدعة الأستاذة دلال راضي. يا هلا ومرحبا فيك يا أستاذة دلال. يا هلا وسهلا حبيبي، يا هلا وسهلا. إن شاء الله ما يكون طولنا عليكي. لا أبدا، بالعكس احنا قاعدة أستمع ليوم العلم، وهذا اليوم اللي احنا نفتخر فيه جميعا، يعني إخراج جميل وإعلانات جميلة عن اليوم العظيم هذا، ووطننا إن شاء الله دائما بخير. آمين يا رب، إن شاء الله دائما بخير وبأمن وبأمان. طيب شاعرتنا المبدعة، كونك كاتبة وشاعرة وعندك العديد من الدواوين الشعرية والمؤلفات الأدبية، كيف اكتشفتي شغفك بالكتابة والشعر؟ هل هي كانت موهبة فطرية كانت معك نشأت من يوم ما كنت صغيرة، أم هي مهارة اكتسبتيها وطورتيها مع مرور الوقت؟ طبعا الكثير يخلط ما بين يعني فكرة إنه الشعر مهارة. الشعر هو ليست مهارة تكتسب كما يظن البعض، فهو في الحقيقة موهبة. لابد أن تكون عند الإنسان موهبة وحالة وجدانية. كيف يعني تتنمى هذه وتعززيها؟ من خلال القراءة والمعرفة، قراءة الشعر القديم، قراءة الحديث. القراءة بشكل عام هي من يعني تطور لديك المصطلحات الموجودة في كل ما تقرأينه. طبعا وصولا يعني من هذا البدايات إلى وصول إلى محاولة الكتابات الشعرية، انطلاقا من بدايات الخجولة، الكتابات الخجولة المتعثرة، وبعدها تليه تطوير التجربة وصقلها مع مرور الوقت، بحيث يصبح الشعر بالنسبة للشاعر هو لسان حال والعبر عن أحواله. طب كيف كان تأثير البيئة المحيطة على رحلتك الأدبية؟ طبعا احنا مما لا شك فيه احنا جميعا نعيش في بيئة تحتفي بالأدب والشعر، وغالبا ما نجد منهم حولنا يحفظون أبياتا من الشعر ويستشهدون بالشعر في المواقف المختلفة. وهذا ما عايشته من خلال والدي رحمه الله وأخي رحمه الله والصديقات والأصدقاء والشعراء والكتاب الشعراء القدامى والشعراء الحديثين، كلهم هؤلاء أثروا في رحلة الأدبية. وكذلك نحن تتلمذنا في مدارس مختلفة من شعراء وشاعرات وأدباء وأديبات، ما درسناه في الكتب المدرسية عن الشعر القديم مثل الخنساء وأمر القيس، وأيضا موجود مكاتبنا الخاصة. كثير مننا لديه مكتبة خاصة بمنزل القصائد المغناة، أيضا كانت لها تأثير في نفوسنا من خلال طفولتنا. كنا نستمع للأغاني المكتوبة من شعرائهم قدوة نفخر بهم، مثل الشاعر والأمير عبد الله صيصر رحمه الله تعالى، تغنت به كوكب الشرق، والشاعر الأمير بدر عبد المحسن رحمه الله، والقصيبي، نزار قباني، طارق جويدة، طاهر زمخشري، وأيضا الشاعر والفنان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله ورعاه. كل هؤلاء الشعراء أثروا فينا في وجود الرغبة في الكتابة، لأنهم هم مدرستنا الأساسية. وكثير من الشعراء حتى لا يعني لا نتكلم عن كثير من الشعراء، لكن هؤلاء من يحضروني الآن، ونتمنى أن نكون جزء مما هم صنعوه من مجد عظيم في حياتنا من خلال ما كتبوه. صحيح.
طيب الشاعرة والكاتب الأستاذة دلال راضي، الكتابة معروف إنها ليست مجرد كلمات على الورق، بس هو شعور ينبض بالحياة. باعتبارك كاتبة وأديبة بارزة، كيف تستلهمين الكتابة؟ إيش العناصر اللي تشوفيها ضرورية لخلق نص أدبي يعكس المشاعر والأفكار بعمق؟ طبعا احنا حنبدأ بأننا الكتابة نستلهمها دائما من المحيط اللي حوالينا. دائما أي شيء يحدث في حولنا في محيطنا دائما يؤثر في كتاباتنا. والإصغاء لما بين السطور فيما يحدث في المجتمع، في مواقف، في الحياة المختلفة، من خلال الأسرة، من خلال الأبناء، من خلال الأصدقاء، من خلال المجتمع بشكل عام. هذا يدعونا إلى التأمل في المشاعر الإنسانية بكل تناقضاتها، ونكتب عنها بما يصل لقلب المتلقي. وبالنسبة للعناصر أعتقد أنه هي ضرورية لخلق نص أدبي يمس القارئ. فهي أولا الصدق، النص الصادق يصل إلى القلوب بلا استئذان. هناك عناصر اللغة ويجب أن تكون مرنة، تحمل موسيقى خاصة تعكس روح النص. كذلك القدرة على إبداع الصورة الحسية التي تجعل القارئ لا يقرأ فقط بل يشعر ويرى ويتفاعل مع الكلمة وكأنه مشاهد حية. وأخيرا البعد الفكري والإنساني. فالكتابة ليست مجرد نقل المشاعر بل تأمل فيها وفهم لما وراءها لتكون أكثر من مجرد كلمات، بل هي تجربة يعيشها القارئ بكل حواسه. كلامك جميل شاعرتنا وكاتبتنا الأستاذة دلال راضي، وكلامك من شدة جماله أتوقع أنه مفروض أن يدرس. أشكرك إن شاء الله. نتمنى نكون عند حسن الظن، ونحن مجرد رسل. احنا رسل وسفراء للكلمة وللحرف. فإن لم نكن هؤلاء الرسل نكتب وبما يصل للمتلقي، فأعتقد أنه لابد أن نتوقف في هذه الحالة. صحيح. الآن مضطرين أننا نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل نقول لي ضيفتنا الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي إنه بعد الفاصل مباشرة راح نسمع من دواوينك الشعرية. يعني أكيد في قصيدة تحمل لك ذكرى خاصة أو كانت لحظة ولادتها مختلفة عن غيرها، وراح نسمعها بإذن الله منك. بس بعد الفاصل نستأذنك ناخذ فاصل وراجعين عبر إذاعة ألف ألف FM. السهرة أحلى مع عهد أفندي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين برنامج السهرة أحلى عبر إذاعة ألف ألف FM، متواصلين معاكم إلى الساعة 12. ولسه معانا الضيفة الامرأة اللي صنعت من مجدها بالحبر والورق، الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي. ويا هلا ومرحبا فيك يا أستاذة دلال. أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا. تحدثت عن الحب، راق لي هذا الحوار الجميل. الله يسعدك، وإحنا سعيدين جدا بسماع صوتك وبمعلوماتك الثرية الأدبية الشاعرية. يعني رحنا وديتينا إلى عالم الأدب، ونبغى نسمع منك قصيدة. بس هذه القصيدة مميزة لك، تحمل لك ذكرى خاصة بصوتك، نبغى نسمعها. أيوة طبعا بالطبع. بالنسبة دائما الشاعر والكاتب لديه كل قصيدة وكأنها أبنائه، فما يقدر يفرق بينهم. ولكن أحيانا لما تكتبي عن شخص معين مثل الأم، حينما تكتبي عن الأم تعجز الحروف وتجديها هي أعظم قصيدة. وهذه طبعا بالنسبة لي القصيدة كانت مختلفة تماما، لأنها كانت أول سنة في وفاة والدتي رحمها الله. عيد الأم، كان في عيد الأم وكان في احتفاليات عن عيد الأم، فحسيت بألم شديد. فكتبت هذه القصيدة وقلت: في عيدك الحرف غنى وحي أشعاري، واستنظر اللحن في أنغام قيثاري، وأنت معشوقتي الأولى
وقد عزفت روحي لعينيك ألحان الهوى الساري، يسري هواك على جدران أوردتي وفي فؤادي، فتحثو كل أقداري. فما ذكرتك يا إشراق أزمنتي إلا وتشرق من ذكراك أنواري. وها هو العيد، عيد الأم يعصف بي ويغرق القلب في ذكرى وتذكاري. هدية العيد أشعار أجمعها لأجل عينيك يا أماه فاختاري. فها هو الحرف باقات منمقة تزينت بقطوف الفل والغار. وإن كتبتك حرفا قاصرا فأنا من بعد فقدك قد أهرقت أحباري. كأنني غابة لفاء قد يبست والآن أكتب عن شوقي لأشجاري. كأنني روضة غناء قد ذبلت والآن أكتب عن شوقي لأزهاري. أشتاق حتى يكاد الشوق يفتك بي، لأن شوقي صراع الثلج والنار. فما ارتويت حنانا أنت منبعه، مذ كان حضنك يا معشوقتي داري. والآن عيدك، لكن من سيمنحني حبا كحبك أو يصغي لأشعاري. أشدو وتختنق الذكرى بقافيتي حزنا، ونبدأ في الآهات أسفاري. أمي وإن غادرت ما زلت طفلتها، أعيش كل معانيها بأفكاري. أمي تعيش بوجداني وإن رحلت عني، وصارت جوار الخالق الباري. جوار الخالق الباري. رائعة رائعة رائعة. ممكن يا مخرجنا نهنئها؟ التهنئة. خليتينا من جد نذهب معاك إلى عالم الخيال والإحساس، وإن شاء الله يرحمها يعني في الشهر الفضيل ويتغمد روحها في الجنة ويجمعك معاها ويجمعنا معاها في جنات النعيم. كلماتك تلامس القلب لكل شخص. أنا اخترت هذه القصيدة خاصة عشان يدعو لها كل مستمع يسمعها، وأسأل الله أن يصل لها كل دعواتكم. آمين. ودعواتنا جميعا يا رب العالمين. آمين. شكرا لك. الله يعطيك العافية وعلى مشاركتك الرائعة. قبل ما نختم الحوار أبغى أسألك، من وجهة نظرك إيش هي المكاسب اللي حققتها المرأة السعودية ضمن رؤية 2030 خاصة في المجال الثقافي والإبداعي؟ طبعا بالنسبة للمرأة، حققت المرأة السعودية العديد من المكاسب ضمن رؤية 2030. زادت فرصتها في سوق العمل، توسعت مشاركاتها في المناصب القيادية، إلى جانب تمكينها في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها في المجال الثقافي والإبداعي. نجد أن المرأة السعودية فنانة، أديبة، مؤلفة، إعلامية، مذيعة، ناشرة، كاتبة، حاضرة بقوة ومشاركة في كافة المناسبات والفعاليات الثقافية والفنية سواء داخل الوطن أو خارجه. كل هذا بفضل قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحضارية التي ارتقت بالوطن أرضا وإنسانا في كل المجالات وعلى كافة المستويات. وقبل ما نختم، حابين نعرف أنه لك كثير من المشاركات أو الفعاليات الثقافية والأدبية سواء داخل الوطن أو خارجه، فهل من الممكن نطلع على أهم هذه المشاركات؟ طبعا في لدي كانت مشاركة مع القافلة السعودية المصرية، رحلة كانت القافلة السعودية المصرية رحلة للإسكندرية للقاهرة والأقصر، احتفاء بعام الشعر العربي وبدعم من وزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والترجمة وأكاديمية الشعر. والمشاركة أيضا في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة بلغة القرآن من تنظيم جامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي. وأيضا المشاركة الشعرية في الفعاليات الثقافية في البرنامج الثقافي مصاحب لسوق عكاظ بآخر موسم له، ولي الفخر في أني شاركت له بالطائف للدورة 13 لعام 2019 بدعوة من جامعة الطائف. وأيضا هناك مشاركات وطنية داخل المملكة وخارج المملكة،
وأهمها المشاركات التي تكون في الأندية الأدبية وفي الأمسيات الثقافية التي تقيمها الجمعية الثقافة والفنون والنوادي الأدبية التي لدينا في جدة ومكة. نفتخر فيك أيتها الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي، الامرأة اللي صنعت من مجدها بالحبر والورقة وتركت بصمة وما زالت لها أثر، وقصتها تدرس نفس ما قلت لك. ولا يعني قصتك قصة ملهمة، لو تشوفي كمية الرسائل الجميلة اللي من المستمعين، يعني حتى من دول الخليج في رسائل جاتنا من الكويت كلهم يقولوا شاعرة الحجاز. فنفتخر فيكي كونك ضيفة في إذاعة ألف ألف FM، وأيضا نفخر فيكي في المملكة العربية السعودية إنه شاعرة وكاتبة تمثل مملكتنا الحبيبة. شكرا لوقتك الشاعرة والكاتبة دلال راضي، الأستاذة دلال راضي، شاكرين لوقتك وكلامك الملهم. والشكر لكم طبعا. لا يسعني في نهاية الحوار أنا أشكرك أنت شخصيا تقديم جزيل الشكر على حسن الإضافة وإدارة الحوار بكل احترافية، وأشكر إذاعتنا ألف ألف FM على إتاحة هذه الفرصة. فقد كان اللقاء ممتع وثري. أقدر جهودكم وجهود كل الأخوة والأخوات المسؤولين خلف هذا المنبر والمايك وتقديم محتوى إعلامي هادف وملهم. أتمنى لكم مزيد من التميز والنجاح، والشكر الخاص جدا 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 لأسرتي واللي قاعدين يستمعوا لي ودعمهم لي في كل الأوقات، ولجميع الصديقات والأصدقاء والمستمعين بكافة الدول العربية، للمستمعين ألف ألف FM وبرنامج السهرة أحلى. أنا شاكرة ومقدرة لك عهد، وللمخرج الرائع، ولكل المستمعين. يعطيك العافية، ونقول لك يعني شكرا جزيلا، ونتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد وكل عام وإنت بخير. ونقول لك شاعرتنا الملهمة والكاتبة الأستاذة دلال راضي في أمان الله. وقبلها الشاعر يبغى يهدي، المخرج يبغى يهديكي. في أمان الله شاعرتنا المتميزة. في أمان الله. في أمان الله. كان لقاء مميز ومعلومات ثرية مع الشاعرة والكاتبة الأستاذة دلال راضي. وطالعين فاصل، وقبل ما نطلع الفاصل عشان فقرة الفوازير أذكركم بأرقام التواصل. الاتصال على الرقم، المخرج يعطيني النظرة بسرعة، حاضر، 92-006-6012. وعلى الواتساب على الرقم 0556689001. لا تنسوا تذكروا اسمكم الثلاثي ومن وين في المملكة. فاصل وراجعين لكم عبر إذاعة ألف ألف FM.